حقوق الشهداء حقوق أسر الشهداء، وتحقيق الأمن والاستقرار، ثم إنعاش الاقتصاد المصري ومحاربة الفساد. هذه ستكون يعني على رأس أولويات الأجندة التشريعية والرقابية وطلبات المناقشة في المجلس خلال الجلسات القادمة. دكتور، في رأيك التوافق في مسألة اللجان وإنه يبقى في لجان تعبر عن كل أطياف المجلس ده ممكن يتم إزاي؟ هو تم بالفعل أن اجتمعت يعني ممثلي الأحزاب المشاركة في البرلمان، وتوافقوا فيما بينهم على ألا يقصى أحد، وأن تكون اللجان وإدارة البرلمان مشاركة بين الجميع، حتى الأحزاب التي حصلت على عدد محدود من المقاعد لن تحرم من المشاركة. انتهى زمن الإقصاء، الكل سيشارك في إدارة البرلمان. دكتور، كلمة أخيرة تقولها للشباب المشارك في ثورة 25 في احتفالات 25 يناير وفي ما يسمى بالموجة الثانية لثورة 25 يناير. أقول لأبنائي وإخواني وزملائي الشباب والشابات والرجال والنساء المشاركين في ثورة 25 يناير أن ثورتنا مستمرة. احتفلوا بما تحقق من إنجازات في للثورة، وما زلنا نطالب ولن يهدأ لنا بال حتى تتحقق جميع مطالب الثورة التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير. سنظل أوفياء لدم الشهداء، لن نتخلى عنه أبدا. سننتقل الآن إلى مرحلة البناء. أقول لهم إن نوابكم وممثليكم في مجلس الشعب سيتحملون المسؤولية في الفترة القادمة وسيكونون عند حسن ظنكم. أقول لأبنائي وإخواني الذين سيشاركون في احتفالات 25 يناير أن مصر أمانة في أعناقنا جميعا، فلنحافظ عليها، وكما كانت الثورة سلمية فلنظل على سلميتنا، ونظل على هذا المظهر الراقي الذي تميزت به الثورة المصرية وشهد لها العالم أجمع. نحن أبناء مصر جميعا لابد أن نظهر الوجه الحضاري ولا ينحرف منا أحد عن هذا المسار. وافق مجلس الشعب في جلسته